عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة دي هنتكلم في الدردشة بتاع كنبة عز، نتكلم عن أنواع المديرين. باشمهندس عز مدير والعبد لله مدير، ومرينا بمديرين. ممكن أنا ما مريتش بمديرين قوي، يعني ما اشتغلتش موظف تقريبا، بس باشمهندس عز طبعا عدى على مديرين وخلافه. فاحنا النهارده هندردش. الله ونعم الوكيل. شرد يا باشا. النهارده هندردش في فكرة المدير. لو انت مدير جديد الفيديو ده هيهمك. لو انت شغال مع مدير، لو انت عندك شركة وعايز تديرها بشكل مظبوط، الفيديو ده هيهمك. الدردشة مفتوحة، هنتكلم عن خبراتنا الشخصية، فان شاء الله تكون مفيدة بالنسبة لك. ويلا نبدأ. يلا بينا في كلمة عز. طبعا زي ما قال احمد احنا مش محضرين حاجه، فاحنا هنتكلم عن خبراتنا الشخصيه بس. فمثلا هنتكلم مثلا عن انواع الاداره، انواع المديرين اللي احنا مرينا بيها، مش زي ما الكتاب ما بيقول يعني. انت ايه رايك في المدير المايكرو مانجر اللي هو بيركز في التفاصيل؟ بص، فكره المايكرو مانجمنت عموما اوقات انا بحس ان هي يعني ايه مظلومه. اولا المايكرو مانجمنت دي اللي هو انت بتبقى ايه، بتدخل في كل التفاصيل. انا كمدير انا عمال ادخل في كل التفاصيل الصغيره على الناس اللي انا بديرها، تمام؟ فانت المايكرو مانجمنت هي المفروض ان هي بتكون، انا شايف من وجهه نظري يعني، ممكن اكون انا غلط يعني، ان انا بدخل فيها في مراحل اللي انا بعملها. بالظبط، هي موجوده، هي بتنفع في الكرايسيس مانجمنت بالظبط. يعني الدنيا خربانه، الدنيا بايظه، انا عايز اعرف المشكله فين. انا عايز مشكله فين، هدخل في السيلز وهدخل في الاوبريشن وهدخل في كذا وهدخل في كذا. انا عايز اعرف مين ابن اللذينه بالظبط عامل المصيبه. ان في حاجه موقفه البيزنس كله، حاجه عامله شلل للبروسيس للاوبريشن كلها. فطبيعي ان انا كمدير ان انا هدخل في التفاصيل دي بايدي بنفسي. لا بس ده في وقت الكرايسيس، او بنسميها في البيزنس في نوع اداره اسمه فاير فايتنج اوبريشن، اللي هو فاير فايتنج. انا في حريقه بطفيها بس في البيزنس، فانا لازم اروح مكانها، مش هستنى بقى الديليجيشن ولا هستنى مين يشتغل ولا بالظبط. لا انا هبدا اشتغل بنفسي. يلا يا جماعه يلا، وايدي مع التيم. فاهم قصدي؟ ففي الحاله دي انا ببقى رول موديل، ان انا عندي اونر شيب، وان انا بشتغل مع التيم بايدي. فانا سيرفنت، دخلنا في نوع تاني. فانا سيرفنت ليدر، فانا بنحل مشكله مع بعض which is acceptable. يعني انا بالنسبه لي انا توتالي اجري. بس انت رايك هل ده ينفع على طول؟ وانت على طول بقى انت مش هتشتغل مدير بقى، انت كده مش مدير، انت كده خلاص انت ماشي الناس واشتغل بنفسك يعني. الله يفهم. هي فكره المايكرو مانجمنت اللي هو الشخص اللي داخل في كل التفاصيل ده، فهو بالنسبه له بتبقى يا اما عدم ثقه في الناس اللي شغاله تحتيه بنسبه كبيره جدا، او ان هو بالنسبه له عايز يظهر. لو هو مثلا بقى ميدل مانجمنت مثلا، فهو عايز يظهر قدام الاداره بتاعته ان هو بيتحرك، وان هو لو غاب يوم هيبقى في مشكله او الكلام ده، فتلاقيه داخل في التفاصيل دي. انا فكرتني بقصه، سوري مقاطعتك، انا عملت عليها فيديو قديم. بقول لك كان في كده شركه اجنبيه مالتي ناشونال في اوروبا، فعندها 2 مديرين حققوا التارجت سوبر ستارز. فالاثنين خدوا اجازه كده بعائلاتهم، يورو تريب وبتاع على حساب الشركه وكلام من ده. واحد رجع دخل الشركه وعادي، والتاني رجع ما دخلش الشركه، اترفد من على الباب، ما دخلوش الشركه اصلا. واحد وهو اجازه التيم بتاعه شغال اكنه موجود، يعني هو عامل فول ديليجيشن، التيم كله امباورد، التيم كله الايند، التيم كله شغال مع بعضه، التيم كله عارف educated، عارف وعنده كل الباور ان هو يشتغل وهو مش موجود. ده دخل عادي كانه موجود. الاداره الثانيه وقعت وهم قعدوا يكلموه، الاوبريشن وقفت وكل حاجه وقفت، عشان كل حاجه بتتم بتعدي عليه لازم بيتصلوا بيه. فطبعا اتصلوا بيه في الاجازه والموضوع كان هيكتك جدا، ده اترفد. فالفكره كلها المدير الشاطر هو فاضي. المدير الشاطر هو بيعين كوادر تحتيه يشيلوا شغله وهو مش موجود، مش ان انا اقعد محاوط على الشغل وان انا تمام. انا دايما لما الاقي مثلا حد يقول لك انت صاحب شركه او انت شغال ولازم تبقى مشغول الله يعينك، لا بالعكس لازم ابقى فاضي. لان انت فاضي، انت لو مش فاضي مش هتعرف تفكر لبكره، مش هتعرف يعني انت لو عندك ازمه مثلا معينه، دي بقى في الكرايسيس، انت بقى عندك كرايسيس انت مش فاضي، ده موضوع تاني، ده دورك. او حتى في الوقت الطبيعي لو انا بطبق سيستم مثلا في شغلنا في الكاتوفر، لا كاتوفر مدير الشركه بيبقى بايت معانا بالظبط. فدي اسمها حاجه اكسبشن. بس طول الشركه لا، لازم عندك التيم امباورد. ما هو الناس هتكبر ازاي؟ يعني انا بقيت مدير ازاي؟ ما هو اكيد حد قابلته في حياتي علمني واداني الباور واداني المساحه واداني الفكر ان انا ابقى مدير. واداك المرونه ان انت تغلط. بالظبط.
ما لازم تغلط. لازم تغلط. ما حدش هيتعلم من غير ما يغلط. ما هو عشان كده الانسان الناجح هو بيتعلم من اخطائه واخطاء الاخرين. يعني ده الالتيميت، ده ازاي. طب غير المايكرو، مين المدير او نوعيه المدير اللي انت ما تحبش تشتغل معاه مثلا؟ هو طبعا ABC المايكرو مانجمنت. وما بحبش اشتغل مع اللي يهبطني. يعني فكره يعني ايا كان هو مدير او زميل، هو عمرو ضياء. في شخصيه دي موجوده في كل حته في حياتك. كله رايح. فالشخصيه دي بتكسر مقاديفك، بتوقع الهمه بتاعتك. لو انت عايز تعمل حاجه، داخل على مشروع، بخصوصا احنا شغالين اداره مشروعات، فحياتنا كلها قايمه على التغيير. يعني احنا شعارنا الحاجه الوحيده الثابته في الدنيا هي التغيير. يسألون ما في السماء وما في الارض كل يوم هو في شأن. فالكون كله اصله ربنا سبحانه وتعالى خلقه على اساس التغيير. مفيش حاجه، مفيش يوم زي اللي قبله. فالفكره بقى لما تقابل ريزيستنس بنيجاتيفيتي، الموضوع بيبقى قاتل. ريزيستنس وحدها مقبوله، بالعكس انت ممكن لما حد يريزيست معاك تتعلم منه. طلع لك افكار. تتعلم بالظبط، برافو عليك. تتعلم منه، يخليك تعمل دايركشن ده. ممكن يريزيست معاك ده واحد قديم في الشركه، يقول لك حاجه انت ما تعرفهاش. لو انت دورك انت بتروح تطبق سيستم وتمشي، سواء انت فيندور او كلاينت. يعني انا برضو نفس الكلام، بقعد سنتين 3 في شركه وبروح الشركه اللي بعديها. فالفكره كلها الريزيستنس اكسبتبل. انا بحب الريزيستنس، لا بالعكس انا هتعلم منك، وبنوصل لبعض حتى لو احنا مختلفين مع بعض. قوتنا في اختلافنا. يعني دايما نقول يعني مش دايما القوه في الاتفاق، لا القوه في الاختلاف. ساعات ان انا مختلف معاك في نقطه معينه، هنوصل لحاجه في النص هتبقى احسن للبيزنس. فدي فكره انا ما بحبش الكائن النيجاتيف اللي هو طاق على طول مكشر، كله رايح. هتفرق في ايه؟ ساب من اوضه اهو كله سيستم. الكلام ده كله بيكسر مقاديفك. فدايما البوزيتيفيتي لازم تفائلوا بالخير تجدوه. فلازم نبشر، لازم نبقى فيه طاقه. تتعامل معاه ازاي؟ يعني إيه؟ لو هو مديرك وهو محبط وانت كل على المستوى الشخصي بقطع معاه. ما هو مديرك، يعني انت كل ما تروح له بحاجه يقول لك ايه يا عم اللي انت عامله ده. بعلق اول حاجه. قابلت حد كده اصلا؟ طبعا. يعني اللي هو المدير اللي هو دون كير، اللي هو يعني هو جاي يقضي وقته خلاص، في بيجي متاخر ويمشي بدري واكنه مش موجود. فده انا قابلته، بس ما قابلتوش كتير بصراحه، ما عنديش خبره كبيره في الموضوع ده. بس دايما كنت بعمل حاجتين، بعلي السيلف موتيفيشن اكنه هو مش موجود، باخد موافقته طبعا، بديله وضعه ومكانه والكلام ده كله. بس انا بحط اهدافي بنفسي، وبشوف البيزنس محتاج ايه وبدور على شغل تاني. عايز اقول لك ان انا في اوقات يعني ممكن اكون من الحاجات اللي انا عملتها بشكل غلط في وقت من الاوقات. ممكن من 7 أو 8 سنين لما كنت لسه بادئ. ما عرفنيش، انا بدات الشركه في 2015، وقبل 2015 كنت اشتغلت برضو كذا حاجه تانية، عملت كذا مشروع تاني. يعني في 2018 2000 لغايه والله حتى 2020 كنت بقى في الغلطه دي، ان انا اوقات مثلا يجي لي حد موظف هو يكون متحمس وعامل حاجه او الكلام ده كله، وببقى معتمد مثلا ان هو ليه مدير. يعني هو انا مش مديره المباشر، هو ليه مثلا، هو لسه حد شاب صغير مثلا او حاجه، وهو مثلا جاي ومتحمس بحاجه معينه. فبيبقى الفيدباك بتاعي اللي هو انا ممكن اكون مش فاضي، ممكن اكون انا مشغول، ممكن اكون انا مش مهتم، فاهم؟ ومديره هو اللي بيطبطب. فدايما كان ايه، مثلا مديره يكون هو محبوب بالنسبه له، انا بالنسبه له شخص سيء. فدي كانت غلطه انا بقع فيها. هو مش فكره ان انا مش كير، بس فكره اللي هو عادي. يعني مش بديك الابريشيشن اللي المفروض تاخده لما انت تعمل حاجه زي كده، خصوصا بقى اللي هو الانتر ليفل، اللي هو بيكون لسه مثلا انترن او لسه فريش جراد او الكلام ده، هو جاي يشتغل في الشركه. فهي كل حاجه صغيره، مثلا لو سيلز، فهو لو راح ميتنج وعمله كويس فده بالنسبه له انجاز. لو قفل ديل مثلا ب $1000 فده انجاز. انت بالنسبه لك $1000 ده ولا حاجه. ففي النهايه بقيت دي كانت غلطه بقع فيها، اللي هو انا بقيس انجازات الشخص ده على منظوري انا. لا، هو المفروض ان انا اتعامل مع الشخص اللي هو الفريش جراد او الشخص. ومش بس بقى فريش جراد، انت ممكن تكون مثلا انت مدير اداره مثلا، فانت لسه مدير جديد تحتك، هو خبره 15 سنه بس هو لسه كمانجر جديد. فالمانجر الجديد اللي داخل معاك تحتك ده هو لسه في الاداره جديد، فهو لو عرف يحل مشكله ما بين اتنين او يظبط الاداره بتاعته، يريليف كونفليكت، يعمل ديليجيشن بشكل مظبوط بتاع، هو بالنسبه له ده انجاز كبير جدا. بالظبط. فالانجاز الكبير ده لما هو هيبدا ينقله لك، هتحتاج ان انت تدي الابريشيشن. الناس بتبقى مستنياه. انا واحد من الناس، يعني ممكن عشان انا برضو عارف انت بتقع في دايما في نظريه اللي هو ايه، انت بتقيس الناس على نفسك. انا ما حدش بيعرف يحبطني.
ولا حد بيعرف يحمسني. يعني الاحباط ولا الحماس، انا ما يعني عارف اللي هو ايه، انا داخليا وانا بتحرك. والله انا بحييك، يعني طبعا انا بحييك على حاجتين. اول حاجه يعني لازم تبقى عارف انت مين زي ما هو احمد قال. تاني حاجه الانسان الناجح بيعترف باخطائه، بيعترف ان انا كنت غلط. فلو انت ما عندكش دي خليها موجوده عشان تبقى ناجح. الانسان الناجح بيعترف بخطأه ويقول، اول واحد يقول انا اسف، هو البني ادم القوي، انا كنت غلط. ان كلنا فيرجنز بتتغير. كلمه بني ادم في علم النفس يقول لك كل 5 أو 7 سنين بيبقى شخص تاني. الاستاذ علي الحجار قال لك الوشوش بتتلاقى مرتين، ما بيتلاقوش يوم اللقاء التاني. بالظبط. يعني ايه بقى؟ والله سؤال يطرح نفسه بقى، تيجي نصلي الفجر في الحسين عشان نعرف. دي فلسفه. لا هي فعلا اللي هو انت لو انا قابلتك مثلا من 5 سنين، ده تفسيري بقى للاستاذ علي الحجار، قابلتك من 5 سنين، فانت شخصيتك كمان 5 سنين انت عدى عليك تجارب مختلفه كتير جدا. فانا فعليا لما انا هقابلك المره الثانيه انا هقابل محمد ده اللي هو كان معايا مثلا في المدرسه في الكليه، بس فعليا هو محمد تاني خالص. انا حصلت معايا في الشغل، يعني الناس كنت شغال معاهم 11 سنه، اشتغلت معاهم تاني. هم بالنسبه لي بني ادم جداد، هو نفس الشخص بنفس الشكل، طبعا في عوامل تعريه طبعا من نفس الشخص، نفس الاسم، نفس كل حاجه، ونفس حتى الصوت، لكن هو كاركتر تاني مختلف بالظبط، وزي ما هو شافني كاركتر تاني مختلف، فده طبيعي. فنرجع تاني لموضوعنا. هو ده على فكره من صلب الموضوع، فكره ان انت الاداره لما بتيجي تشتغل، هو انت مش شرط الموظف اللي هيدخل معاك النهارده او المدير الجديد اللي هيدخل معاك النهارده اللي هو هيبقى مدير تحتك. يعني انت مثلا لو تكون مدير اداره مثلا تحتيك ميدل مانجمنت او مدير تيم ليدر مثلا او حاجه، مش شرط ان هو هيبقى في اول يوم زي ما هيكون كمان سنه او كمان سنتين. فانت لازم تتعامل معاه على طبيعته. هو دورك انت ان انت تخليه كويس، لازم تعمله كوتشنج، لازم يبقى في 1 تو 1 اتليست مره في الشهر، كل كوارتر، لو حسب طبيعه البيزنس. يعني انا احسن موديل اشتغلت بيه كنت باخد 1 تو 1 كل شهر، لازم اقعد ساعه مع مديري كل شهر، وفي تقييم مرتين في السنه، في ميد يير ريفيو، في اند يير. فالفكره كلها ان الريفيوز دي لا هي بتبقى الايند، انت هتقيمه على اساس ايه؟ لازم تبقى قايل له، تاخد اللي جواه انت، ايه اللي مضايقك من الشركه، انا ايه اللي فيه، وادي له فيدباك. ولازم تاخد يعني ايه، ازاي تدي له فيدباك يبقى كونستراكتيف مش ديستراكتيف. تستخدم ساندوتش واي، ده كان فيديو تاني قديم. فالفكره كلها ان كل الحاجات دي لازم تبقى فيك لو انت مدير. ازاي تتكلم مع الناس، ازاي تبقى في سمايل فيس، لازم تسلم على التيم كله اتليست مره كل يوم، كل اسبوع، ايا كان على حسب طبيعتك. لازم يشوفوك، لازم تبقى ظاهر، لازم تبقى ظاهر موجود. احسن موديل كان اخويا الكبير قال لي، بيقول لي انا المدير الشاطر بيبقى موجود قبل التيم بربع ساعه وبعديهم بربع ساعه. يعني لازم يجي يلاقوه، لازم يشوفوه موجود، ولازم وهم ماشي لو يشوفوه موجود. ده قمه النجاح. مش شرط طبعا دلوقتي يبقى في شغل ورك فروم هوم واونلاين والكلام ده كله، بس اكيد اللي يحتاجك يلاقيك، لازم تبقى قريب منه. اكيد مش شرط مصاحبه خالص، بس في الشغل هحتاجك، احس ان انت سند. لما اعمل مشكله انا ورايا ظهر اتسند عليه، مش واحد يبيعك مع الناس الثانيه. واكيد مرينا شفنا حد دي كتير يعني. طب بقى النقطه في حاجه ثانيه بقى. انا لو انا مدير جديد او انا هبدا بقى داخل على التجربه الجديده، ايه الحاجات اللي انا ما بعملهاش؟ ما تركزش مين بيجي الساعه كام ومين بيمشي الساعه كام. يعني المهم عندك لو في ميتنج او في ديو ديت يجي في الميعاد. ميتنج الساعه 10 قبل 10 يكون موجود في اوضه الاجتماعات، او يكون فاتح اونلاين لو هو على تيمز او على حاجه بورتال اونلاين. ده شرط يكون موجود الموظف فيه. لكن مين جه مين ما جاش مين راح فين، لا هو في فليكسبيليتي. ما تضايقش دماغك. بس ده ما يديش مساحه، لان ممكن يفكر ان هو ده هيخلي الناس مش ملتزمه. على حسب الوظيفه، انا بتكلم الوظائف بتاعتنا مش محتاج انت تكون موجود في ميعاد محدد. ما انت شغال مثلا اوبريشن، او انت شغال في مصنع، او على خط انتاج، او شغال شيفتات، يعني ده موديل تاني. بس موديل السوفت وير لا، هو شغال 4. هو الشيفتات والمصنع والكلام ده يعتبر زي الميتنج الاونلاين بالظبط. محتاج ان هو يكون على المكنه في الوقت الفلاني او على شاشه الكنترول. انما البلو كولر والسوفت وير وشغلنا انت موجود 24 ساعه. يعني انا طبيعه شغلي انا 24/7 متاح. في مشكله حصلت في اي وقت انا موجود. وده مش صح برضه. ايه؟ وده مش صح. انا موجود بس الاوبريشن بتحتاج، وده مش صح. لازم يبقى في ورك لايف بالانس. بس انا ده متاح وقت الكرايسيس، مش متاح ان انا شغال على طول. لا يعني في برضه انا ممكن اكون ما قلتهاش صح.
بس انا متاح وقت مع خط انتاج وقت ما هيحتاجوك كريتيكال، ما في بزنس ويف يعني في فلوس، فلازم تتدخل عشان تحل المشكله على السيستم عشان الاوبريشن تمشي. فده كرايسيس. غير كده لا، انا ليا وقت بتاعي بكون موجود فيه، ده وقت الكواليتي تايم بتاعي. ف فكره ما تركزش. انا لما بدخل على اداره جديده، انا اول حاجه بعملها بقعد مع التيم كله لوحده، كل واحد لوحده 1 تو 1. بعرف كل حاجه، بعرف لحد مثلا تاريخ ميلاده، بعرف ايه الباك جراوند بتاعته، دراسته، ساكن فين، بعرف حياته العمليه والجزء الشخصي اللي ملم اللي بيأثر في العمليه عامله ازاي. وبقعد اشوف كل واحد هيتعامل معاه ازاي. مش كل واحد هيتعامل معاه زي واحد زي ده. في ناس مثلا الفريش جاب بيحتاج كوتشنج اكتر، محتاج تديله كونفيدنت، هو لسه ما عندوش الحاجات دي، محتاج تظبط معاه الاتيتيود. طبعا وانا بعين بختار اتيتيود، ده ممكن يبقى ده فيديو تاني يعني. تبدا لو انت مدير جديد، لا اقعد مع التيم كله الاول، اعرف ظبط 1 تو 1، اعمل فريكوينت فيدباك، اعمل اوبن توك، او انت تتكلم معاهم كل واحد يطلع اللي جواه، ايه المشاكل، ايه اللي انتوا محتاجينه مني، ايه اللي اقدر اساعد فيه، وخليك صريح معاهم. يعني ايه اللي انا اقدر اعمله، ايه اللي انا ما اقدرش اعمله. ما تديش وعود مش في ايدك. يعني ان انت تديها، يعني تكون الصراحه مريحه. ان انت تكون معاهم انا مش هعرف اعمل، هو هيحترمك اكتر ما تقول له، ما تمرهمه بالبلدي كده وفي الاخر ما تعملش حاجه. هو مش هيحترمك وهيمشي. صنف التيم بتاعك، ده من 80% ولا 20%، ده كاليبر ولا اكسكيوتر اقدر ان انا اجيب غيره ولا لا. ده ابن الثقه. ان انت لو مش واثق في التيم بتاعك غيره. دي قاعده في الاداره، مش واثق في التيم بتاعك غيره. ان التيم بتاعك ده هو ايدك ورجلك، هو ده اللي انت بتشتغل بيهم. فلازم انت تكون في تراست 100%. ما ينفعش تبقى 90%، ما ينفعش تبقى نسبه ثانيه غير 100%. ان ده اللي هيشتغل وانت مش موجود، ده انت مش بتراقبه. ما تحسوش ان هو دايما تحت الميكروسكوب وتحت لا، اديله مساحته، اديله مساحته. انت ركز في الريزلت اللي طالعه عامله ازاي. والله حد اثر في مشكله في حاجه من دي، ابدا مايكرو مانج، which is موجود. ما المايكرو مانج دي موجوده. اعرف التفاصيل ايه، واعمل له كوتشنج، اديله تاسك واعمله تيست مره واثنين وثلاثه، حط له اكشن بلان، اتصرف. ما تاخدش قرارات سريعه. اسمع اكتر ما تتكلم في الفتره الاولانيه معاهم. اشتري منهم، اعرف مشاكلهم ايه. وما تدخلش بصدرك جامد. يعني انت معكش عصايه سحريه هتحقق كل امانيهم في الاول مره. انت مش هتعرف تعمل كل الكلام ده. انت عندك بادجت وعندك بيل كيرف وعندك حاجات تانية هو مش شايفها، مش محتاج يشوفها. بس اتليست ما تقعدوش بحاجات دي، خليك قريب منه. والنقطه بقى الاهم ان انت ما تتعاملش مع التيم بتاعك. اول حاجه ما تتعاملش مع نفسك ان انت زي ما كان باشمهندس عايز بيقول ان انت تخش بصدرك وانت لسه بادئ الاداره. محتاج ان انت تتعامل مع نفسك بسهوله، بمعنى اللي هو انا ما بقاش طول الوقت ضاغط على نفسي. انا لازم اكون باين بطريقه عامله ازاي، كل كلمه محسوبه، كل كذا هتغلط وهتضغط نفسك وهتضغط الناس اللي معاك. تعامل على طبيعتك، انت بني ادم. واكيد ما بقيتش في منصب اداري غير بان انت بقيت مؤهل ان انت تكون مدير، واكيد عندك خبره. لو انت بقيت مدير وانت ما عندكش خبره وانت لسه يعني 20 سنه او 19 ايا كان بقى السبب، ورثت شركه ايا كان الشكل بتاعها، دي حوار تاني. والحوار ده انت هتحاول على قد ما تقدر ان انت تستعين بحد يكون هو عنده الخبره في الاداره دي. نتكلم بقى في جزء تاني. انما احنا بنتكلم على نسبه 90% من الناس اللي هو ترقى، ان هو كان موظف بقى مدير، او ان هو كان مدير في شركه وراح فتح شركه، او ان هو كان موظف في شركه وراح فتح شركه فبقى مدير، بقى تحتيه موظفين. في الفتره اللي في الاول دي انت هتبقى خايف جدا، وهتبقى متوتر، وهتبقى عايز تعمل كل حاجه زي ما قال الكتاب، لان هتحس ان الانظار كلها متجهه ناحيتك تحت الميكروسكوب. بالظبط. هو انت الطبيعي ان انت تكون الانظار متجهه ناحيتك لان انت المدير بتاعهم. بس هو في النهايه كل موظف عنده حياته وعنده شغله وعنده زمايله وعنده الناس اللي بتفطر معاه وعنده مش عارف ايه. فهو في النهايه برضه انت مش تحت الميكروسكوب قوي. وفي النهايه انت بني ادم. فطبيعتك اللي خلتك تتحول من ان انت تبقى موظف لمدير هي دي طبيعتك اللي انت هتشتغل بيها. انت هتغير بقى المايند سيت بتاعك شويه. هتحاول ان انت تكون في منصب ان انت بتبقى مسؤول عن ناس، فبالتالي كنت مسؤول عن نفسك او مسؤول عن تيم اصغر فبقى التيم ده اكبر، او بقيت مسؤول عن شركه او خلافه. فانت المسؤوليه دي هيجي معاها شويه متطلبات لازم تنفذها.
بس في النهايه ايه المتطلبات دي؟ 1 2 3 4 5 زي ما قال باشمهندس عز بقى، اقعد مع الناس واعمل كذا كذا. ده بالنسبه للناس. اللوكيشن للناس نفسها، تشوف مين الناس الكويسه مش واثق فيه، اعتذر له، اديله فرصه مثلا شويه، اعتذر له اتيتيود مش كويس، مش عارف ايه الكلام ده كله. وشوف الكارير الانسبيريشن بتاعه. ممكن واحد مثلا عندك في الاداره، انت دخلت الاداره لقيته موجود، هو عايز يروح اداره ثانيه، لا ساعده، ايه المشكله؟ مش عيب. بالظبط. بالعكس، انت ممكن العلاقه بيك تبقى احسن وهو في مكان تاني. ما تقعدش حد عنده مع غصب عنه، هو عايز يشتغل. انت شغال في السبلاي تشين وعايز تشتغل محاسب. انا شفتها في اول حياتي، واحد شغال في الاي تي وعايز يشتغل محاسب وراح يشتغل محاسب في الاخر. عادي، ايه المشكله؟ هو عنده نيدز براحته، هو حابب ده، هو حابب ده. فالواحد لما بيحب حاجه بيبدع فيها. يعني ما انت الشغل كله عناء، سواء مشوار الشغل ولا مديرك ولا زمايلك والبوليتكس والزنبقه والحاجات دي واللي انتوا عارفينها كويس اكتر مننا يعني. فما بقاش بقى بشتغل شغل انا مش عاجبه، كمان مش عاجبني. فهو اللي بيضيع القرف بتاع الشغل ان انا بحب اللي انا بعمله. بالظبط، انا مستحمله ومكمل فيه. فانت المتطلبات اللي موجوده عندك كلها هتبدا تحطها، والله 1 2 3 4 تشيك ليست، تبدا تشتغل عليها. المصيبه اللي انت ممكن بتعملها بقى وانت تبقى مش واخد بالك منها، ان انت ما تبقاش عارف ايه المتطلبات بتاعتك. دي بقى لا، ساعتها تحاسب نفسك. لان انا بشوف ناس كتير جدا يكون هو مدير في شركه، بحكم ان احنا بندخل على الشركات فبنتعامل مع الستيك هولدرز دول غالبا هو ادم واحد فبقى مدير فبقى مدير، او ان هو مثلا بيعرف علاقته كويسه مع صاحب الشركه، او صاحب الشركه بيثق فيه، او يعني هو في النهايه حاجات مختلفه عن الاداره. او ان هو يعني مثلا في مجال ما يقول لك انا مدير مبيعات. طيب انت معاك كام واحد في التيم؟ لا هو مفيش تيم. طب انت مدير مين؟ طب انت بوزيشن مدير مبيعات، طب منين؟ مدير هوا. فانت جاي تشتغل مثلا معايا مدير مبيعات، انا عندي 6، طب انت هتديرهم ازاي؟ طب انا عايز اعين 2، هتعينهم ازاي؟ وهتعينهم ليه اصلا؟ يعني هل انت عندك نيد اصلا؟ نيجي بقى الجزء بتاع البلان. فانت كمدير انت لازم تكون فاهم يعني ايه المتطلبات بتاعتك. من اهم المتطلبات اللي موجوده عندك دماغك دي انت تبدا تحطها على ورق، دي الخطه بتاعتي. وهنا هتفرق بقى عن الموظف. الفرق ما بين الموظف وما بين مديره، ان مديره زي ما كان بيتكلم باشمهندس عز، ان هو شايف صوره اكبر شويه على حسب مستواه في الاداره عن اللي تحتيه. فالجزء الاكبر شويه ده البلان. انا دلوقتي بعمل خطه علشان امشي بيها مع كل بقى الحاجات اللي تحت. خطه عشان اتعامل مع الهيومن، مع الريسورسز اللي موجوده، الموارد البشريه. خطه عشان اتعامل مع البادجت اللي موجود، مع الموارد الماليه اللي متخصصه لي في الجزء ده، وليكن انا فريق تسويق او خطه ان انا بتعامل ازاي مع الادارات التانيه. ما هو انت في النهايه انت مدير لاشخاص، بس زميل لمديرين تانيين. فالتعامل مع المديرين التانيين مختلف عن التعامل مع الموظفين. فان انت لازم تكون مرن. انا ممكن اشد على مدير زميلي بطريقه، بس طريقه الشد مختلفه. طريقه ان انت تحمي حقوق، ما هو في فرق ان انت تشد، وفي فرق ان انت تبقى هرهوب، اللي هو عارف اللي هو ايه، اي حد بيعدي من تحت ايديك. لا، انت عايز تبقى حازم، وفي نفس الوقت طريقه الحزم دي هتكون مختلفه على الادارات اللي موجوده حواليك. 360 اللي هي السوفت مانجمنت وذ باريرز. بالظبط. يعني انا بحب الاداره المرنه جدا، بحب السوفت مانجمنت، بصاحب الناس كلها، بس باريرز. ما حدش يجي يهزر معاك مثلا ضرب البقر، ولا اطلب حاجه من حد ما يعملهاش. لا هو ده ديفرنت ستوري. انا بخلي جو، يعني الايم بتاع الحاجه ان انا اخلي جو الناس عايزه تيجي الشغل وتنبسط، وبنعمل اكتيفيتيز، بنفطر، بنروح، بنيجي ايفنت بره، ايفنتس جوه، الدنيا ظريفه، بس في نفس الوقت في ديو ديتس، في شغل. لا بالظبط. وفي يعني انا مثلا من عادتي انا بنزل العب بلاي ستيشن وبقعد على القهوه بالليل مثلا مع الناس اللي موجوده في الشركه. حلو جدا. او بعضهم. فاحنا لما بننزل نقعد، احنا بنقعد نلعب بلاي ستيشن واصحاب، وبنتكلم وبنهزر وبنعمل كل حاجه، بس هو في النهايه في حدود في الهزار، في حدود. اكيد انا متاكد ان فلان الفلاني دوت قاعد مع شلته اللي هو عارفهم من ابتدائي، هيتعامل بطريقه مختلفه غير الشله اللي هو قاعد فيها. بس هو قاعد مبسوط، قاعد مستمتع وجاي بمزاجه، او مش مدينه ميتنج ان هو يجي. لا، هو بالعكس، هو انتوا فين، انا عايز اجي، وهو بيجي ويقعد معانا. بس هو قاعد معاك انت برضه. الحدود ديت لو انت كسرتها بره الشغل مش هتعرف ترجعها في الشغل، في بعض كده او بعض الاشخاص. بالظبط. فهي دي النقطه بقى، فكره الذكاء. انت كمدير جديد خليك على طبيعتك. اول النقطه الثانيه، اعرف المتطلبات اللي مطلوبه منك في البوزيشن الجديد. اوبجكتيفز، بلان بقى بكل التفاصيل كلها حطها، ويكون عندك بلان. ما ينفعش ان انت تكون مدير بقالك مثلا
شهور مثلا 7 شهور ما عندكش بلان، كده مصيبه. ولا عندك اوبجيكتيف للناس اللي تحتيك. لا ده هو ما عندوش اوبجيكتيف لنفسه اصلا يعني، فاهم يعني؟ ده بنشوفهم بقى كتير، فاهم؟ هو ماشي زي ما هو كان موظف. دي الف ب، انت مش هتكبر، مش هيحصل لك ديليجيشن لحاجات، مش هتعلى في الشركه، ولو عليت في الشركه دي بتبوظ، او ان الشركه دي وان مان شو، انت اللي بتمشي الشركه بالكامل بدماغك بطريقتك، او واحد تاني هو كوردينيتور بس، او هو انت مدير اعمال لحد يعني، هو شغال وانت بس بتنفذ الاداه اللي في ايديك. فانت كمدير انت مش محتاج ده، انت محتاج ان انت تكون على طبيعتك، تفرض سيطرتك. هتفرضها ازاي؟ مخك هو اللي هيفرضها، ذكائك الاجتماعي هو اللي هيفرضها. طب مخك ده هتترجمه في ايه؟ ترجمه في البلان والخطوات والاوبجكتيفز اللي انت هتحطها وازاي هتوصل لها، وده اللي هيفرقك عن حد تاني. وتبدا تتحرك فيها بقى بالتايم لاين بتاعك ان انت توصل لها. وانت بتوصل لها خليك هادي وراسي، ما تخليش نفسك تتوتر زياده عن اللزوم، ما تخليش نفسك مهزوز، رجلك مش ثابته على الارض، لان اي احساس من دول هيبان مع الموظفين، هيتنقل للموظفين الموجودين عندك. انت واثق من يعني مثلا اوقات احنا بنعدي بكرايسيس، والكرايسيس بتبقى تقيله جدا على الشركه، بس طول ما انت الموظفين اللي معاك والمديرين اللي تحتيك مثلا شايفينك ثابت، وشايفينك بتدور على حلول، وشايفينك بتتحرك فيها، هم نفسهم هتلاقيهم هم بداوا يتحركوا. الكلام ده بعد ما يكون وصل لمرحله ان هو خلاص دماغه مقفوله، هو مش قادر يفكر، بس لقاك انت عمال تتحرك ولقاك انت ثابت، فهو هياخد الطمانينه منك ان احنا لا، ده الموضوع لسه فيه امل، فيبدا يتحرك، يبدا يطلع افكار، يبدا يحاول على قد ما يقدر، فتلاقي نفسك الدنيا بتتحرك. انما تخيل لو انت الموظفين بتوعك في مشكله ايا كانت كبيره او صغيره، ولقوك انت فريز ومكتئب ودقنك طولت وخلاص وانت على الله السلام، هيحصل ايه؟ المتحمس فيهم هيقع، انت هتديليفر النيجاتيفيتي دي ليهم. فانت بالنسبه لك انت كمدير، انت لازم تبقى واخد بالك ان هي مسؤوليه اكبر. ولكن في النهايه لو انت مش فاضي بقى، يعني انت بقى توصل مرحله مثلا بقيت مدير 6 شهور سنه، خلاص خلصت كل التفاصيل وقعدت مع الناس وبقى في سيستم وانت حاطط السيستم وماشي بيه، الطبيعي ان انت كمان سنه تبقى فاضي، لان في سيستم في الشركه ماشي. طيب مفيش سيستم، يبقى انت مدير مش شاطر، يبقى انت محتاج تعيد تفكيرك في الاداره بتاعتك، اللي هو انت في النهايه ايه السيستم؟ يعني انا لما اجي اقول مثلا انا هحط سيستم في الشركه، ايه هو السيستم؟ او السيستم الاداري، ايه هو السيستم؟ السيستم ده من اول الديناميكيه بتاعت التيم، يعني مين بيكلم مين بيروح فين، مين لو ما جاش ده هيتحرك، طب ده بيعرف يعمل ايه، ده بيعرف يغطي عليه في ايه، بيكملوا بعض ازاي، ده جزء من السيستم اللي انت بتحطه. ومش معتمد على افراد، هو بيبقى مثلا معتمد على بوزيشن، فالبوزيشن دوت لما هتجيب فيه حد هيبقى بالكرايتيريا دي. فانا مثلا هجيب عندنا في البرمجه حاجه اسمها اوبجكتيف اورينتد، اللي ليه في البرمجه ايه هو الاوبجكتيف اورينتد؟ ان انا وانا بكتب الكود مثلا، فانا عايز وانا بعمل الفريق بتاع الكود، فانا مش هقعد كل مره اكتب والله الفريق ده لون شعره ازرق او اصفر، وده طوله كذا، وده مهاراته دريبلينج كذا، وده بيعرف يشوط بقوه كذا، وده اخلص الاولاني اروح رايح للثاني وعامل نفس الكلام، ورايح للثالث عامل نفس الكلام. فانا لما اخلص 22 لاعب، فانا عملت نفس الكود تقريبا 22 مره، والكود ده انا مش هعرف استخدمه في حاجه ثانيه، فاروح اعمل حاجه اسمها ايه؟ اروح اعمل حاجه اسمها اوبجكت. الاوبجكت ده هقول لك والله في حاجه اسمها لاعب، اللاعب ده فيه مواصفات، طول تمام اكس، لون شعر واي، مهارات دريبلينج زد، مش عارف متغيرات، فده بقى فايل اسمه اوبجكت. فاروح رايح هجيب اقول ميسي واكتب الارقام بس اللي هي اكس واي وزد ومش عارف ايه والكلام ده، فاقول ان ميسي بالترتيب مثلا لو انا هرتبهم اللي هو ايه 180 مش عارف يلو كذا 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 كذا، هيروح راخد دي وحاططها لي في الاوبجكت اللي هو كان موجود، ان هو هيجيب الداتا، فانا هحط 22 هيبقى 22 سطر. طب انا عايز اشيل ميسي واحط حد تاني، هروح رايح هدور في الاوبجكت اللي موجود، المواصفات اللي موجوده، انا محتاج واحد عنده دريبلينج بالطريقه الفلانيه، عنده طول بالطريقه الفلانيه، عنده قوه في الراس بالطريقه الفلانيه، فانا هروح شايل ميسي واشوف السيفيهات اللي هتيجي، او اشوف الناس اللي انا هعينها، هبقى عارف ايه الكرايتيريا اللي انا محتاجها بالتفاصيل بتاعتها، اروح اعمل الوكيشن لواحد جديد بنفس التفاصيل دي. فمش كل مره انا بقول والله لا ده انا بالنسبه لي باشمهندس عز هو اللي ماسك اداره الحساب مثلا، طب باشمهندس عز مش موجود بكره، بالظبط انا ما عنديش الكرايتيريا بتاعت باشمهندس عز، هو باشمهندس عز موجود معايا ليه؟ موجود معايا عشان 1 2 3 4
كريستيانو ليه موجود في الهجوم مثلا؟ عشان هو طوله طويل مثلا، عشان هو بيعرف يشوط بالراس، عشان هو بيعرف يدربل او بيمرقص يعني او يرقص، بيعرف يعمل مش عارف ايه، بيعرف يعمل ايه، فهو عنده شويه مهارات. فلما هروح ادور على مهاجم، مش هروح اجيب واحد قصير، مش هروح اجيب واحد كذا، او مش هروح اجيب واحد من الشارع وخلاص. ما انا لو ما عنديش الكرايتيريا انا ليه حاطط ده هنا، مش هعرف اتحرك. فهو جزء من السيستم ان انت تكون عامل لكل دور في الشركه مش باسم، مش ان الشخص ده مميز فبالصدفه بقى مميز ودخل، لا، انا كل دور في الشركه هو موجود بمواصفات معينه. فالشخص ده مش موجود، اعرف اروح ادور على حد بالمواصفات دي، ابقى انا عارف انا عايز ايه. انما انا بدور على مدير مبيعات بس، او بدور على فانكشن كونسلتنت بس، ما كل اللي في السوق موجودين، هل هو مناسب او مش مناسب مش هتعرف، وتجرب معاه شهرين ثلاثه لحد ما الدنيا تبوظ، وبعد كده ترجع تدور على حد تاني يقول لك ان الناس السوق ما فيهوش ناس كويس. لا، هو انت مش عارف انت عايز ايه بالظبط. دي اول نقطه، او دي النقطه المهمه يعني. ايه تاني في السيستم بتاعك وانت بتدور؟ حطيت خلاص الناس اللي موجوده عندك، الديليجيشن بتاعك ماشي ازاي؟ يعني كان في حد بيتكلم، واحد صاحبي عنده شركه، بيقول لي انت مالك الديليجيشن، اللي هو لدرجه ان هو كان مش عارف كان عايز ايه، فاقول له معلش يا اسامه عامل كذا كذا كذا، قال لي انت كمان وصلت لمرحله ان انت بتديليجيت ليا؟ اللي هو يعني انت خلاص انت عملت ديليجيشن في الشركه كل، انت خلاص ما بتعملش حاجه في الشركه، حرفيا ما بتعملش حاجه وده قمه النجاح. كمان دي يعني هتخطى الشركه بتاعتك والديليجيت بره الشركه عندك. فهي الفكره ان انت مهاره الديليجيشن، انت هتعمل ديليجيشن لمين وازاي، ولما هيجي يعملها هل هيعملها زيك ولا لا. لو هيعملها زيك مقبول، لو هيعملها احسن منك فانت شاطر، لو هيعملها اقل منك فقصور منك. خدها قاعده عندك، الشخص اللي انت هتعمل له الديليجيشن لحاجه، الحاجه اللي هيعملها دي لو هو اقل منك قصور منك، مشكلتك انت مش مشكلته هو. يا اما انت اخترت حد غلط، يا اما انت اخترت حد مناسب بس انت ما علمتوش كفايه، يا اما انت المفروض ما تعملش ديليجيشن للحاجه دي. الحاجه دي كريتيكال مثلا بشكل معين مش المفروض تتعمل لها ديليجيشن. تمام؟ طيب الخطوه اللي بعد كده هو بيعملها زيك، يبقى انت مقبول ماشي، يعني هو ايه، هو زيك، بس انت المفروض عشان تنجح عشان تكبر لازم الناس اللي في الاوضه يكونوا اشطر منك. يعني انا بقول لك باشمهندس عز هو خبره عني، باشمهندس عز هو عنده كابابيلتيز اعلى مني، هو شاطر في حتته اكتر مني بكتير جدا. فلو انا هجيب بنكمل بعض، وانت شاطر في حتتك اكتر مني بكتير، فاحنا بنكمل بعض يعني. بالظبط. فانا لو انا هجيب بقى باشمهندس عز ان هو يكون ماسك فانكشن وليكن بروجكت مانجر، وانا اشطر منه في البروجكت مانجمنت، يبقى انا فاشل او مش فاشل، عنده قصور. تمام؟ طب انا جبته زيي ماشي هتعدي. طب انا عايز اكبر بقى وابقى متميز، باشمهندس عز كبروجكت مانجر هو اشطر منك بمراحل، فبالتالي شركتك بقت اقوى او التيم بتاعك بقى اقوى. ليه؟ لان انت عليت المهارات او الامكانيات اللي موجوده في الشركه عندك بناس هي مش موجوده عندك. ان انت زودت الكومبيتنسز بورتفوليو بتاع الشركه عندك، فهي بتقسم بعدد سنين الخبره، والسنين الخبره دي فعاله ولا لا. فانت عندك انت توتال الفانكشنز اللي انت معينها في الشركه عندك هي بتعلي الشركه. فانت يعني زي ما انت قلت كده، انت يعني انت لما تعين اشطر منك هو ده قمه النجاح، ان انت هتستريح، يعني انت هتبقى نافع، هتبقى مور افكتيف. وقيمه يعني مثلا زي فرق الكوره، بان احنا اتكلمنا في الكوره، فرقه الكوره بيقول لك دي قيمتها كذا مليار كذا مليون كذا كذا. طب ما دي بمين؟ ما بقيمه كل واحد موجود في التيم. بالظبط. فانت ده التعيينات، دي المرحله في الاول، انت خلاص الناس موجوده معاك، الديليجيشن برضه انت هتعمل ازاي. فانت يبقى عندك السيستم ايه؟ ان انا هوصل امتى ان انا اقدر اعمل ديليجيشن ل 90% من المهام بتاعتي. فانا هشوف انا دلوقتي فين بنسبه 40% مثلا. في ناس كتير، هو انت يعني انت لو مدير وجيت سالتك انت عامل ديليجيشن او تقدر تعمل ديليجيشن لنسبه كام في الميه من مهامك دلوقتي؟ انا اتحداك ان 70 80 90% من المديرين اللي موجودين حاليا ما يعرفش نسبه، ما يعرفش انا ممكن اديليجيت ايه او كذا، هيقعد بقى يفكر ويجيب ورقه وقلم يعمل. لا، انت المفروض تبقى عامل ده. فده جزء من السيستم عندك، ان انت اول حاجه انت حطيت اقدر اعمل ايه. طيب انا عايز اوصل لكام في الميه ديليجيشن اقدر اعمل، مش شرط اكون عامله، بس انا اقدر اعمل ديليجيشن، رحت رحله، رحت مش عارف ايه الكلام ده، اقدر اعمله. نسبه كام في الميه؟ هيتبقى لك 10 15% هم استحاله يتعمل لو فيها حاجات ليها اوثوريتي او الكلام ده، فهو بالتالي لازم هيكون في مثلا 10 15% لازم يرجعوا لك فيه. دي اصلا بتحط في البي سي بي اللي هي بيزنس كونتينيوسي بلان. انت موظف مبقاش موجود،
ديفايس مش موجود حتى في يعني احنا دي اصلا موجوده اصلا في بيو في الاي تي. لو المبنى ده اتحرق انا الداتا بتاعتي فين؟ هل في باك اب ولا لا؟ كان في انت السيرفر وقع فين على السيرفر. بالظبط، عشان كده بقول لك كبي سي بي الباك اب لازم هو مكان بره الشركه، بالظبط. مكان تاني. والله تودي كلاود ودي مبنى تاني في اي حته بره الشركه. الموظف ده ما بقاش موجود من بكره، لا قدر الله مات، انت هتعمل ايه؟ بالظبط، مفيش نوتس بيريود بالظبط يعني هتقاضي مين صفاء. فالفكره كلها لا يعني لازم عندك باك اب، لازم عندك رولز وريسبونسبيلتيز واضحه، ومين باك اب لمين. وفي الحالات دي ممكن الباك اب انت بتاعه يبقى انت شخصيا مش عيبه بس. فانت بقى حته السيستم بقى اللي هو الناس بتاخدها البان ان انا عامل سيستم في الشركه. لا احنا، انا عايز اقول لك احنا الفيديو هيطول لو احنا اتكلمنا اكتر من كده. هو السيستم حرفيا كل دبه نمله موجوده في الشغل بتاعك هي ضمن السيستم بتاعك. لازم تكون عامل لها اناليسيس، لازم تكون عامل لها اوبجكتيفاي، او ان انت عملتها زي ما كنا بنتكلم اوبجكت اللي هو انا عارف دي الكرايتيريا اللي انا عايز اشتغل عليها، فبالتالي في ستاندرد بعمل ديفيشن عنه بقى، ممكن اعلى عنه فانا كويس، اقل منه فانا محتاج احسن من نفسي او الكلام ده كله. فدي لو مش موجوده عندك كمدير دي جزء مهم جدا من المهام بتاعتك. طيب يبقى انا كده بذاكر ورقه وقلم وبعمل سيستم للاداره عندي، سواء في سيستم موجود ودي يعني يا ريت تمام هتاخد ده وتعمل تناقحه، لان في النهايه اللي كان بينفذه واحد تاني. فانت بالتالي لازم تظبط الدنيا على السيستم بتاعك، فانت لازم هتاخد منه اللي انت محتاجه وتحط الدنيا بتاعتك تمام، تحط البلان، تشوف الريكويرمنتس بتاعتك والتفاصيل بتاعتك كلها تبدا تشتغل عليها. ممكن نعمل عشان الفيديو ما يطولش زياده اكتر من كده على ايه الريكويرمنتس اللي انت هتكون محتاجها ضمن الشغل بتاعك. النقطه الثانيه الجفرنس بقى، ان انت تحكم التيم بتاعك، تحرك التيم بتاعك، تتواصل معاه بشكل ذكي، تتواصل مع الستيك هولدرز اللي هم الادارات اللي فوقك، لان انت في النهايه لو انت عملت كل حاجه والتيم بتاعك زي الفل والايند وكله تمام، بس انت عملت مشكله مع المدير المباشر بتاعك او مع الاداره العليا عندك في الشركه، كل ده باظ. ففي النهايه يعني هو لو اللي تحت شالوك، لو اللي فوق باعوك، اللي تحت هيبيعك. يعني في النهايه موظف عمره ما هيدافع عنك بالطريقه اللي هو انت هيخليك تفضل في الشركه غصب عن الاداره العليا. فبالتالي انت محتاج تتعامل زي ما اتكلمنا في الاول، ان انت 360 زمايلك المديرين، الموظفين اللي عندك، والاداره اللي فوقيك والادارات اللي فوقيك اوقات، لان انت اوقات بتتعامل كروس، يعني مثلا مع اداره الاتش ار، اداره الفاينانس، اداره الكلام ده، فانت بتتعامل مع ادارات ثانيه ممكن تكون اعلى منك، يعني مدير اداره مثلا، مدير اداره ماليه، فهو كمدير هو اعلى منك في البوزيشن، بس هو مش مديرك المباشر، مش بتعمل له ريبورت. فبالتالي انت بتريبورت لمديرك المباشر وبتتعامل مع ادارات ثانيه في ستيك هولدرز ثانيين، او صاحب الشركه او البريزيدنت او الفايس بريزيدنت او خلافه. فلازم تبقى ظابط السكيما دي في دماغك انت. الناس الاكسترنال بره الشركه، وانت في النهايه بقيت بقى واجهه عن الشركه، فبالتالي انت بالنسبه لك وانت بتتحرك بره الشركه بقى مختلف عن وانت موظف، عن وانت مدير، وانت بتتعامل مع عميل وانت مدير مبيعات او تيم ليدر وانت سيلز اكزيكتيف. فبالتالي مختلف، الغلطه اللي هيعملها سيلز اكزيكتيف المدير بتاعه هيغطيها. طب مدير المبيعات هو اللي عمل الغلطه دي، خلاص يعني مين هيغطيها؟ هيحتاج بقى يتخطاك ويروح بقى للاداره العليا او ادارات ثانيه، ساعتها هيبقى شكلك انت بقى وحش جدا جوه الشركه عندك. انما لو سيلز اكزيكتيف غلط الغلطه هتتغطى من زميله، من التيم ليدر بتاعه والكلام ده كله، فكله بيبقى مانج. فاتعامل مع ده كله، ان هو ما يوتركش، هو ما يخوف، بالعكس دي تجربه جديده تبقى داخل عليها، او لو انت مدير بقالك فتره وفي حاجات انت ما عملتهاش فمحتاج تعملها. انا متاكد لو مديرين حتى والله 10 وبنشوفهم 10 و20 و30 سنه كمان ويكونوا خلاص بيخلصوا الدنيا، ايه السيستم اللي موجود عندك؟ ما فيش سيستم. اصحاب شركات ودي اكتر حاجه بقى بنشوفها في الشركات اللي هي الفاميلي بزنس، الفاميلي بزنس حتى والاس ام ايز، اللي هو انت تكون صاحب شركه وما عندكش سيستم في الشركه. طيب انا هي قايمه كلها على صاحب الشركه، هي هم بالظبط. هو الراجل ده شاطر في البيزنس وعنده بيعمل الحاجات ديت بالسنس او بالموهبه، هو موهوب في الحته دي، فهو بيعملها بطريقه دون علميه، فهو بالتالي مش عارف يديليجيت. ليه؟ لان هو في النهايه هو مش عارف ايه اللي بيعمله، هو عارف ان اللي بيعمله ده بيشتغل، وساعات بيبقى عدم ثقه، هو مش واثق في حد خالص. لا ده حوار تاني، بس هو ممكن يكون واثق بس مش عارف، مفيش حد يثق فيه. ليه؟ لان هو بيعمل الحاجات وبالشكل ان هو بيعملها هو مش عارف هي دي شغاله ايه. فهي شغاله، هي بتجيب قماش. حد تاني بيدخل ما بيعرفش يعمل اللي هو بيعمله. ليه؟ لان اللي داخل ده مفيش كتالوج يبص انا اعمل 1 2 3 4، فهو بيشتغل من دماغه، واللي بيشتغل من دماغه ده مش شرط يكون موهوب.
احنا مش لو احنا هنعتمد على الموهبه بس مش هنشتغل. انا عندي راي برضو في الحته دي، يعني عشان طبعا هو الفكره كلها، يعني لو رجعت للزمن ورا، يعني جدودنا وابهات جدودنا هم عملوا معظمهم عملوا بيزنس من الناس القديمه. يعني فكره الغفور البرعي دي هي موجوده عايشين معاها من زمان، وناس عملت بيزنس بمليارات. بس الفكره كلها يعني انا عندي نصيحه يعني لاي حد بدا وفاهم بيزنس كويس ووصل لليفل معين. في بعض الاوقات انت لازم تنتقل من انك انت مدير الشركه كسي او لتبقى تشيرمان، وتجيب حد يدير الشركه، واحد من اهل الخبره. وكل الشركات المالتي ناشونالز الكبيره اللي الواحد شافها كلها عملت ماريوت، فكر يعني كل الاشخاص المؤثرين العالميين، مجرد وصل البيزنس بتاعه لليفل معين هو خرج بره الصوره وجاب ستيك هولدر، جاب مانجمنت كوميتي قوي جدا يدير الشركه، ان هو مش مؤهل. يعني هو نادرا. عارف انا بقعد افكر فيها بالنسبه للان جي اس، فانا الى حد ما انا بحاول اطور من نفسي بشكل ان انا اخد كورسات وبتاع، لان انا يعني اداره ان جي اس انا متاكد ان انا من 5-6 سنين لو انا موجود هنا انا مش هعرف اعمل اللي انا بعمله دلوقتي، فبطور من نفسي. بس طول الوقت بقعد افكر فيها اللي هو انا ليا ليميت. يعني انا لما توصل مثلا ان جي اس ان هي تكون كوربريت بقى تقيله والدنيا فيها مش بيج فور، بس مثلا من اتقل الناس اللي موجوده في السوق، هل انا مؤهل كاحمد ان انا ادير حاجه زي كده؟ طب هل انا ساعتها محتاج اخد مثلا MBA من مكان زي هارفارد او الكلام ده عشان اقدر اروح؟ طب هل لو جبت حد اكس مثلا SAB هو كان ماسك حاجه في الاداره او مش عارف ايه او كان، ورحت احطه في الشركه وانا بقيت معاه، ما انت برضه خد بالك من حاجه، هو اللي بيكون بيأسس الشركه او بيشتغل عليها هو اللي ما بيعملش يعني ما بينزلش او بيسيبش الكرسي، لان ودي انا يعني ممكن اكون انا حاسسها اكتر. يعني فكره اللي هو انت بالنسبه لك مش سيبك من ان هو بقى البيبي بتاعك وان انت اللي بنيته والكلام ده، بس في حته كده بتكون عندك اللي انت مؤسس عليها الشركه والكالتشر بتاعت الشركه والكلام ده كله، ما حدش بيعرف يعملها كده. بص هو طبعا في الحته دي انا هنختلف مع بعض، بس هو الفكره ان انت هتعين واحد الاين مع الكالتشر، هتعين واحد الاين مع بس انت تفضل معاه. يعني انت لا انا ما بقولش انت تخرج بره الصوره، انا بقول انت تبدا. يعني انت سيرجي براين مثلا في جوجل هم عينوا هو بيل جيتس كان بيدير مايكروسوفت؟ لا هو اللي عمل مايكروسوفت، بس هو بيديرها؟ لا مش هو. بس هو طول الوقت هو موجود في الصوره، ده اللي اقصده يعني. بالظبط هو موجود في الصوره، بس هو ما بيديرهاش. ليه؟ عشان هو خلاص هي كبرت لسكيل اكبر منه. ودي بقى لو هو فضل موجوده كانت برشلونه دي بقى كنا سمعنا عنها. ما كانتش غلطت العالم كله. شرحوا في كل الشركات العالميه ان مش هينفع بنفس السكوب بتاع، عشان كده هم ليه اخترعوا كونسلتنسي فيرم بتيجي تقول لك انت محتاج ايه، وليه جابوا واحد. لا ان هو في مش كل الناس انتربرينيرز، في انتربرينير، في موظف، في مدير، وفي ده. فانت في كل حاجه انت محتاجها. انت في بدايه البيزنس بتاعك لازم انت تديره بنفسك بتاع، بس كبر لدرجه كبيره ان ده ان المثال ده انا عشته في شركه من الشركات قعدت فيها فتره صغيره. طب امتى احس ده سؤال ليا انا شخصي؟ السؤال ليا انا امتى مش هتقاعد؟ امتى اقول بدينا ولسه بدري، يعني لسه بدري صح؟ يعني ان شاء الله ربنا يطمنا. والله دي حاجه مش وحشه. انت ما بتروحش تقعد في البيت، لا وانت يعني بتطور من نفسك في حته. انا مثلا وليكن انا شاطر في البيزنس ديفلوبمنت، فتبقى انت ماسك الحته دي. شاطر في البرودكت ديفلوبمنت، انا بعرف اطلع برودكت كويس، فانا تبقى رايح في الحته دي. شاطر في الجزء اللي انت هتبقى شاطر فيه، انت هتبقى ماسك. شاطر في الاوبريشن، فانت هتبقى ماسك الاوبريشن. بس انت عشان تدير الشركه بالكامل وتعمل بقى تسويق بشكل قوي، تعمل كذا لازم تبقى راكب هليكوبتر. مش هتعرف تركب هليكوبتر وانت جواه، لازم تبقى فوق خالص. عشان كده حطوا حاجه اسمها تشيرمان وبورد ممبرز. تبقى تشيرمان علشان يبقى فوق. وفي بقى اداره تنفيذيه اللي هو اللي تشيف بقى. انت بقى الحجم او امتى تقول انا محتاج هجيب سي او؟ لما الفانكشن او خلينا لما تحتاج تطبق سي او في الشركه هتحتاج عندك سي او. لا عادي هطبقه انا. بس لا حاجه ثانيه، امتى انا كمدير اقول انا مش مناسب للاداره دي، سواء ان انا اروح لاداره اعلى لما السكيل يكبر، الفانكشنز تكتر، ويبقى عندك اسئله كتيره وحاجات مشاكل كتيره انت مش غير قادر على حلها، محتاج واحد خبره اكبر منك تحلها. لما تبدا مشاكل ولو ما عملتش كده هتعمل في شركه لوجيستكس او ترانسبورتيشن في مصر مشهوره جدا. كانوا ناس صغيرين مواليد 92 بيدوروها، وفي الاخر يعني كبرت قوي، في الاخر مش عارف قفلت ولا لا. يعني اولموست يعني مش هي سويفن عموما، هي مش القصه دي معروفه يعني.
انا كان عندي تعليق ان انا كان عندي صديق شغال فيها، قلت له لا، هو مع احترامي الكامل للمايند سيت بتاعت مواليد 92، بس هم غير قادرين ان هو يدوروا شركه بتكبر للحل ده، لازم يجيبوا مانجمنت كوميتي. وفي الاخر ده ما حصلش، وقفلت معظم السيكتورز اللي فيها قفلت. وحتى ناس كتير يعني، هي في بودكاست كتيره وبقت مدرسه في المانجمنت، ازاي انت يعني ازاي انت تعمل ستيب اب. ستيب اب. انت شاطر جدا. بالظبط. انت هم شطار جدا في المانجمنت. هم طلعوا بفكره اوت اوف ذا بلو، هم دخلوا البلو اوشن مش الريد اوشن، عملوا حاجه ناجحه جدا. بس مش كل واحد يعمل حاجه ناجحه تعرف تستمر. هي ماتر اوف سستينابيلتي، انت هتستمر ولا لا. فانت لما تكبر بقى تخش بقى في بورصه ودخلوا هم الناس داك والى اخره، لا، لازم ستيب اب واجيب ناس تدور. عشان كده هو في فرق بين البروجكت مانجر والاوبريشن مانجر. ولا ده يعرف يعمل شغل ده ولا ده يعرف يعمل شغل ده. ده حاجه وده حاجه. في ناس ناجحه جدا تقوم شركه، وفي ناس ناجحه جدا تدور الشركه. فوقت ما تلاقي نفسك محتاج اسئله كتيره جدا مش عارف تجاوبها، الموضوع وسع قوي ان انت مش قادر تلمه. مشاكل كتير يعني، بدات مشاكل بشكل دوري بالظبط، وانت مش فاهم المشكله دي لا مصدرها بالظبط، ولا عارف تعمل انفستيجيشن. وصلت لدرجه، عشان دي شفتها مع واحد صاحبي ونفذ اللي انا قلت له عليه. هو بدا يعمل ادارات، هو وصل لدرجه انه شغال 24 ساعه في 24 ساعه، فابتدى يعين ناس كوادر تمشي المايند سيت بتاعته، ودلوقتي بقى احسن جدا. وفرعه راح فرع اكبر في مصر وفتح فرع في الامارات، وهو شغال في الانتيريورز. فالفكره كلها هو ابتدى، هو سمع الكلام ان هو البيزنس بتاعه كبر بطريقه هو نفسه ما بقاش قادر يدق. فهو ستيل موجود في الشركه، بيدير الشركه، بس ابتدى يكبر بالناس اللي تحتيه، ابتدى يجيب بقى ناس احسن منه شغاله في كل حته، فابتدى يوسع. انا يعني دي تجربه انا بحكيها دايما، ممكن الناس اللي عارفاني تبقى حكيتها دايما. في 2017 او 2018 كانت اول مره اجي الامارات، وكانت الشركه موجوده في مصر، وكان عندي فريق مبيعات تقريبا 6 أو 7، وكانوا الى حد ما هم مش اكفأ ناس تدير الدنيا. فساعتها كان عندي مشكله، وقعت بقى المبيعات بشكل كبير، وبقى كنت انا ببيع بنفسي وباسمي، وانا اللي بتحرك وانا بعمل الكلام ده كله. فلما جيت الامارات ما بقاش في حد موجود في مصر بيعمل الكلام ده، وبقيت مثلا شهرين هنا شهر هناك مش عارف ايه الكلام ده كله. فبرضه ما فيش المتابعات والفلو اب اللي انت عارفها، اللي هو عشان السيلز يتحرك بيه تتعين. فبالصدفه مدير التسويق معايا في الشركه هو ساكن جنب حد صاحبه شغال في مجال العقارات، قابله في الشارع، والله احنا الشركه عندنا، قال له انا بسيب الشركه، قال له الشركه عندنا محتاجه ناس في المبيعات، بس هو ممكن يكون الخبره بتاعتك اعلى شويه بس قد. وقد كان، وقعدت مع مصطفى محمود من ساعتها لحد النهارده. هو تقريبا هو كاليبر، وتقريبا هو بقى انا وهو في الشركه واحد. يعني الديليجيشن ده انا ممكن اعمل له ديليجيشن 100%، مش 90%، 100% من شغلي كله انا ممكن اديليجيت لمصطفى ان هو يكون مثلا. ليه بقى؟ لان انت مشي بقى يعني اول حاجه لما جينا قعدنا مع بعض طبعا كان اكيد فيها تراست، تمام. الليرنينج كيرف بتاعه ان انا نقلت له كل الحاجات، ما بخلتش على حاجه، ما خفتش. والله ده مصطفى ممكن يروح يفتح شركه، مصطفى ممكن مش عارف يقلب الناس وياخد العملاء وياخد الشركه دي مبيعات وكوميرشال مانجر كمان دلوقتي، مش عارف ايه الحاجات دي كلها. في النهايه في رولز وفي حاجات بتحكمنا، بس في خطوات انت بنيت ستاندرز معينه على مدار السنين. هو جه عمل ايه؟ اول حاجه خالص في 6 شهور كان ماشيه 6 موظفين او 7 موظفين كانوا موجودين مش مناسبين. هو اول حاجه عمل حط سيستم للمبيعات، حط ستاندرز، حط كذا. ده اللي انا بقول لك بقى، ده الدماغ اللي هو ده فكره. هو جاي، هو كان مدير مبيعات في الشركه بتاعته، فبالتالي بقى عنده سيستم. طيب انا جيت هنا، مصطفى هو اشطر مني في المبيعات واشطر مني بكتير. لما انا جيت، لو انا كنت عملت له مايكرو مانجمنت بقى زي ما احنا كنا بنتكلم في اول حلقه، كان هو مش هيكمل معايا 2 3 وهيمشي. كنت عملت له شرينك على الحاجه بتاعتك بس، انما هو اللي هو عمله ايه؟ ان هو جيب المايند سيت بتاعته وبدا وسع كبر. فانا لو انا فضلت، والنقطه الثانيه كان ممكن افضل انا اللي ببيع بنفسي، فانا كان عمري ما هقدر اكبر. انا حرفيا المبيعات بتاعت 2000 من اللي انا السيستم اللي حطيناه من 2018 هو اللي شايلنا لحد النهارده. احنا بنتكلم في 8 9 سنين. فهي انت بتتكلم وبنتطور. فهو انت بتتكلم ان انت حطيت قماشه بشكل معين مع حد اشطر منك، تمام. من ساعتها بقى بدات اروح في الحته دي، اللي هو والله انا عايز CTO اشطر مني. انا تكنيك، انا بفهم تكنيك،
بس لا، ده انا عايز واحد بقى تقيل قوي في الحته دي، ان هو يبقى هو اشطر مني. دخلت في اوده، انا عايز حد تقيل قوي في اوده يدخل يبقى ماسك معايا يشيل الدنيا. دخلنا في ساب، جبنا حد تقيل قوي في ساب يدخل معانا، وهكذا. فكره ان هو انت تجيب الناس اللي اشطر منك في الحتت بتاعتهم، تديله المساحه ان هو يتحرك، ساعتها الشركه تبدا تكبر. طب انا وصلت بقى لمرحله ان باشمهندس عز ده تقيل جدا، انا مش عارف اديره. يعني انا مثلا مواليد 2000 مثلا، ده مش حقيقي بس هو اتمنى ان احنا في مواليد 2000 جنزي. تمام. فهو باشمهندس عز هيوصل لمرحله ان هو انت مش قادر تواكبه في الاسئله، انت مش عايز تفولو اب معاه، لان هو بيتكلم من ليفل اعلى منك بكتير. فبيحصل ايه؟ بيحصل لا، انا محتاج بقى سي او يجي هو اللي يمسك، يكون قادر يتواصل مع باشمهندس عز بدماغه، مع مصطفى بدماغه، مع احمد ضياء بدماغه، مع الناس اللي موجوده اللي هم الستيك هولدرز التقال اللي موجودين لكل قسم، تمام، بدماغهم. واوقات كتير ان انت ممكن ما تقدرش تجيب اصلا الناس الكوادر التقيله دي من غير ما يكون معاك سي او هو اللي بيجيبهم. بالظبط. يعني انا هعمل انترفيو لعز مثلا، فانا هعمل له انترفيو ازاي؟ هعمل انترفيو لمصطفى هعمله ازاي؟ فبتوصل لمرحله ان انت ربنا يعني دي بتبقى ارزاق، يعني ان انت تجيب حد كويس، واوقات بتبقى بالصدفه زي ما اتكلمنا او حاجه زي كده. ولكن في النهايه عشان تحطها بقى سيستم ومنهج، ما ينفعش الصدف او ما ينفعش الفرص اللي بتجي لك. يعني انا قابلت باشمهندس عز في السوبر ماركت صدفه يعني فاهم. واتكلمنا وبتاع، وبدانا الموضوع يجي من هنا. فانت ما ينفعش تبني على الصدف بزنس، انما انت لازم تكون في ستاندرز. فانت في الستاندرز دي انت تبقى عارف انا هقدر اجيب مديرين شاطرين لحد فين. بعد كده لازم انت هتخرج من الصوره شويه، او هتبقى مثلا انت المدير التنفيذي، مش المدير التنفيذي اللي هو صاحب الشركه، وتجيب سي او هو بقى يبقى عارف هو ليه بروفايل في الشركه في السوق، ليه اسمه، ليه دنيته، يقدر ان هو يدخل الايند. ودي حته مهمه جدا قلتها، الايند مع التفكير بتاعك، مع شغلك، مع الثقافه بتاعتك. ممكن يشتغل شادوينج ليك مثلا 6 شهور او حاجه، ومع الناس الموجوده، عشان ما يجيش برضه يمشي الناس ويجيب الناس بتاعه فيبوظ اللي انت عملته. يعني يبوظ اللي انت عملته. فالجزء ده بعد كده يبدا ان هو يا اما يحسن في الناس اللي موجوده، يا اما في ناس بديهي ما الشركه بتكبر، فممكن يكون انت مش مناسب للبوزيشن ده في الشركه دي في الحجم ده. بالظبط. فبالتالي يا اما هتنزل ونجيب حد اتقل منك يشيل الموضوع ده، يا اما هتسيب الشركه. فبيجي القرارات دي، ده الموظفين اللي هم اللي تحت او الميدل مانجمنت او الكلام ده كله. فبيحصل ايه؟ بيحصل ان الشركه هنا بتكبر. معظم الشركات العربيه، وللاسف يعني احنا بنتعامل مع شركات كتير، هي الشركات دي يا اما بتكبر بشكل اللي هو ايه، الخزنه فيها فلوس كتير ما شاء الله، اللي هي كاش كاو بالاخر في بوسطن، هي كاش كاو مش ستار. بالظبط، اللي هو وعندي مخازن فيها بضاعه مش عارف عامله ازاي، وعندي كذا. بس تيجي تجيب الشركه فيها 10 15 موظف، وهم وال 10 15 موظف كلهم اللي هو ب 2000 اللي هو ناس بسيطه، وواحد او اثنين هم اللي مدورينها، وصاحب الشركه هو اللي هو نفسه وابنه وولاده عموما يعني. فهي بتوصل دي كده. هي شركه كويسه وكل حاجه، بس تعالى فكر فيها للجيل الثالث او الرابع. تعالى فكر فيها ان انت بتقفل. والنقطه الثانيه بوتنشال، انت ما دام انت ناجح وقادر ان انت توصل للمرحله دي، فانت ليه ما تروحش بقى للمرحله اللي اعلى، المرحله اللي هي يبقى فيها بوتنشال اعلى والشركه بتاعتك بتكبر وهكذا. احنا تقريبا النهارده الدردشه دي طولنا فيها شويه. الدردشه دي اتكلمنا فيها من بدايه الاداره والكلام ده، ورحنا كمان لاصحاب الشركات اللي بيأسسوا والكلام ده. فلان انت اي مدير، انا متخيل يعني اي مدير هيفكر ان هو يبقى مدير، هو غالبا فكر في حته طب انا لو فتحت مشروع جانبي، لو انا رحت في حته معينه، فانت اكيد هتلاقي برضه الكلام ده ملمس معاك. انتوا نفس الفئه المستهدفه من الفيديو يعني. ولو انت لسه موظف وعايز تبقى مدير، فاكيد انت هتحتاج استشاره. تعالى انت بص، انت راجل كلمنا ببلاش. انا ببلاش اهو بفلوس برضه ببلاش. يلا طولنا عليكم يعني. اتمنى تكون الحلقه مفيده، واتمنى ان يكون الدردشه دي مشروع كويس. قبل ما نقفل بس، وانت مدير انت بتتعامل مع بني ادمين في الاخر، كل واحد عنده بيت واسره، اولاد، مشاكل. انت بتتعامل مع بني ادمين مش مكان. زي ما انت بني ادم في تعامل مع بني ادمين، فعلي الايجابيه، علي الهمه، افهم نفسك وافهم اللي حواليك عشان حياتك تبقى احسن بكتير. خليك رحيم شويه بالناس يعني. بالظبط. عارف من الحاجات والله اللي انا بفكر فيها دايما، لو انت ان الشخص ده عنده عياله، وعياله دول هم شايفينه اهم حد في الدنيا، وهو عنده ففي حاله قدامك، هو مش مجرد واحد هو عمل غلطه، او واحد
امكانياته مش مساعداه، او واحد هو مش عايز يتعلم، ممكن يكون هو عدو نفسه، بس في النهايه هو في حاله قدامك، فانت اتعامل مع الحاله الانسانيه اللي قدامك. الحاله الانسانيه دي جايبه ان هو تبرعات وكده، بس لا يعني هي حاله انسانيه ايا كان، ممكن يكون ان هو مدير شركه، بس هو حاله انسانيه في النهايه. حب الاكيد ما تحبه لنفسك يعني. انت شوف، انت وانت موظف كنت بتتضايق من ايه؟ ما تعملش لما تبقى مدير. ما تصعبهاش على بعض. بالظبط يعني. بيدوس على ايوه دي انا بس اوصل بس. الفيديو الجاي فيه 3 شخصيات هتقابلهم في حياتك، البن والجزره والبيضه، هنتكلم فيه بالتفصيل الفيديو الجاي ان شاء الله. استنى الفيديو الجاي. السلام عليكم.